بعض الإخوة فيهم الدعم والإسناد لأخوتهم مثل الآباء والأمهات، هم صغار بأعمارهم لكن برحمتهم وتآخيهم كالرجال والنساء بأفعالهم. والله يا جماعة قبل شوية دخلت مطحنة أشتري دقرة ولحوح، فلقيت طفل صغير يعني سألته وين أبوك؟ قال أبي مش موجود، إيش تبغى تفضل. فاستغربت يعني عمره أقل من 10 سنوات يعني ويدير محل ما شاء الله كبير، وفي ناس كثير يعني ازدحام وشغلة متعبة يعني مطحنة وشغل وبهارات فأخذت منه اللي هو هذا الدقرة واللحوح ما شاء الله كان رجل والله سابق عمره يعني الطفل كرجل كبير. وشفت بنفس اللحظة أخوه الصغير ينزف دم شوية من لثته، فشفت خوف الولد هذا على أخوه والله رحمة منقطعة النظير، يعني ترك العمل وراح يجري عند أخوه كرجل يعني وإيش فيك ويصيح عليه ليه أنت تلعب بضرسك ليه ما أدري إيش وليه. فقعد ينتبه عليه ويعطيه مناديل ويمسح عليه رغم أنهم الاثنين يعني قريبين من العمر، لكن الحنان اللي فيه هذا الطفل تجاه أخوه الأصغر منه غريب. يعني تخيلوا يشتغل وماسك محل والدنيا عنده معفوسة وزباين، ورغم ذلك ما ترك العمل ولا ترك أخوه، راح على طول عند أخوه أول شيء عاتبه مسك المناديل وينشف الدم ويرفع ويشوف وين يلا علمني ويرفع ضرسه ويشوف ليه تحط عواد وأنا علمتك 100 مرة وحذرتك انتبه على أسنانك، وزعلان عليه وزعلان منه. والولد الصغير يعني يستمع له كأنه أبوه، يعني مشهد صراحة والله إنه أثر فيه يعني اثنين إخوة كأنه أب وابنه ما كأنهم إخوة. أسأل الله أنه يكون أولادنا عند حسن الظن ويرضاه لنا ونرضاهم يا الله.